زي ما انت شايف كده يا صديقي، تعرف تفعل رقم امريكي رمز الدولة واحد، تعرف تفعل رقم روسي، تعرف تفعل رقم فنلندا، وعندك هنا دولة هولندا. زي ما انت شايف كده يا صديقي، ده اقوى موقع هتشوف في المجال حرفيا. زي ما انت كده يا صديقي شايف كده، تعرف تفعل ارقام بجميع الدول بكل سهولة. تمام يا صديقي، عايزك تركز معايا يا صديقي، اعرفك ازاي تطلع رقم واثنين وثلاثة بكل سهولة. تمام يا صديقي، بص اول حاجة كده يا صديقي، لو انت مش مشترك اشترك حبيب قلبي وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد، وعايزك تخبط لايك وكومنت كده عشان غيرك يستفيد طبعا، والفيديو ينتشر في اسرع وقت. بص يا صديقي، قبل ما اقول اي حاجه في الشرح ده، عايزك يا صديقي تركز معايا بس مش اكتر. تمام؟ يعني بشوف ناس اقسم بالله يعني عشان من الكسل بس مش اكتر، بتروح تدخل لاي واحد تمام، بتقول له يا اسطى اعمل لي رقم بمقابل ب 30 جنيه مثلا، بكارتين مش عارف ايه، انتوا عارفين الكلام ده. تمام؟ في اللي بينصب وفي يا اسطى اللي بيديك، بس هل الرقم ده دايم؟ مفيش حاجه اسمها دايم يا اسطى، فهمت؟ كلمه دايمه دي كلمه كده. تمام؟ هقول لك ليه يا اسطى. هو مثلا انت كمشاهد اهو بتسمعني، هل انت دايم على الحياه؟ واخد بالك انت؟ ما خلي رقم المصري يا اسطى بيتحذر بدون اي سبب، ده رقم وهم ملوش 30 لازمه، فاكيد هيتحذر. فما تتبعش اي حد يقول لك يا اسطى هديك رقم دايم مش هيتحذر والكلام ده، اقسم بالله كل الناس بتهبد مش اكتر. تمام؟ فعايزك يا صديقي تتعب كده على نفسك وتجرب مره واثنين وثلاثه، اقسم بالله الطريقه تظبط معاك وهتطلع رقم واثنين وثلاثه، بدل ما انت بتدخل لناس ملاش اي 30 لازمه تعمل لها جيمه. تمام يا صديقي، يلا بينا كده نخش على شرح على طول عشان ما نطولش عليك. عندك يا صديقي طبعا عندك اللينك ده، لينك الموقع ده هسيبه لك في اسفل الفيديو، اول ما تدوس عليه كده يحولك على الصفحه زي ما انت شايف كده اهو. طبعا يا صديقي الموقع هتلاقيه بالانجليزي، لو انت عايز تعربه يا صديقي هتدوس عندك على ثلاث نقط كده اهو، وعندك زي ما انت شايف كده يا صديقي بالكلام ده. طبعا هتدوس عندك على كلمه ترجمه، ترجمه باللغه العربيه بتاعتنا. زي ما انت شايف كده بيقول لك جار الترجمه، زي ما انت شايف كده يا صديقي الموقع ترجم معاك اهو بكل سهوله زي ما انت شايف اهو. تمام؟ طبعا لو دوست عندك على كلمة اللي هم الثلاث شروط اللي فوق بعض دول كده، تلاقي عندك الدول اللي هم في الموقع المتوفر لك، زي مثلا فنلندا، عندك هنا مثلا السويد، عندك هنا هولندا، عندك هنا مثلا فنلندا والكلام ده. تمام؟ وفي غيره وغيره. تمام؟ اما حاجه الشغله تكون شغاله زي ما انت شايف كده يا صديقي، الرقم لسه اصلا نازل من 11 دقيقه زي ما انت شايف اهو، عشان يا صديقي ما تقوليش انت بتهبط، ده ارقام قديمه. تمام؟ زي يعني الموقع كل ساعه بيحدث نفسه وكل شويه ارقام جديده. تمام؟ يعني عندك رقم روسي نازل منذ 7 ساعات بس، وعندك هنا من 9 دقائق في فنلندا، يعني الارقام دي شغاله. تمام؟ يعني لازم بس اول حاجه يا صديقي، يعني مثلا تخش على الرقم مثلا ايه اللي نازل من 11 دقيقه مثلا، اللي هو مثلا خلينا في فنلندا مثلا يعني. تمام؟ جرب جميع الارقام يا صديقي ما تجافش ولا اي حاجه. تمام؟ طبعا الرقم فنلندا ده نازل من 9 دقائق في الموقع بس. تمام؟ كل ساعه الموقع بيحدث نفسه. طبعا يا صديقي زي ما انت شايف كده عندك الرقم اهو. تمام؟ هتدوس عليه كده دوسه مطوله كده يا صديقي، طبعا هيتنسخ معاك، بيقول لك نسخ اهو. تمام؟ تنسخه كده يا صديقي وتنزل تحت زي ما انت شايف كده اهو. هتلاقي عندك الناس بتطلب كود اهو، عشان ما حدش يقول لي اصلا انت بتكذب وبتهري والكلام ده. وزي ما انت شايف اهو يا صديقي، في ناس من 13 دقيقه اهو طالبه الكود زي ما انت شايف اهو، من 13 دقيقه وهكذا. تمام؟ يا زي ما انت شايف اهو بكل سهوله. طبعا يا صديقي الثغره دياتي واي ثغره بتشتغل على راس الساعه. يعني ايه راس الساعه؟ يعني يا صديقي مثلا الساعه بس، يعني زي ما انت شايف مثلا عندك هنا اهو الساعة 5:31 دقيقة، أول ما الساعة تبقى مثلا 5:59 دقيقة تبقى مجهز الرقم على النسخة، وأفضل لك تكون نسخة واتساب رسمي أو أعمال. ليه؟ لأن أعظم الأرقام بتبقى محظورة من النسخ المعدلة، فعشان تضمن يا صديقي إن الرقم هيشتغل معاك ويوصل لك الكود يكون مثلا نسخة رسمية الأفضل ليك. تمام يا صديقي؟ زي ما انت شايف طبعا أول ما الساعة تقلب مع الساعة مثلا تبقى 6 كده بالظبط أو 7، مهما كان أنت هتشغل الرقم، تدوس تفعيل يا صديقي، أقسم بالله الكود هيوصل لك بكل سهولة. تمام يا صديقي؟ زي ما انت شايف كده عندك رقم فنلندا. تمام؟ طبعا زي ما انت شايف كل الارقام، انت عندك هنا الموقع بيحدث نفسه زي ما انت شايف اهو كده. زي ما انت شايف هنا عندك هنا رقم هولندا اللي هو رمز الدوله 31. طبعا الارقام كل دوله ولها رمز الدوله بتاعها، عشان ما حدش يا اسطى يقول لي انت مش بتحط رمز الدوله والكلام ده. تمام؟ عندك هنا فنلندا، عندك هنا فنلندا تاني، ودوله هولندا زي ما انت شايف هتلاقي عندك هنا اهو دول كتير زي ما انت شايف. تمام؟ طبعا لو طلعت كده يا صديقي تمام ودوست عندك على الثلاث نقط كده، طبعا نختار مثلا اللي هي دوله 46 دي اللي هي السويد وكده، اختار عليها ودوس علامه الغلط كده. زي ما انت شايف كده يا صديقي هيطلع لك الرقم بكل سهوله اهو زي ما انت شايف. تمام؟ لو حبيت تفعله زي ما انا قلت لك كده، تدوس على دوسه مطوله كده وتدوس نسخ وتحط رمز الدوله وتنتظر يا صديقي على راس الساعه بالظبط مش اكتر. تمام؟ بس كده يا صديقي دي الثغره بتاعت النهارده. تمام؟ عشان ما حبيتش اطول عليك في الشرح، اقسم بالله الثغره دي مستخدمينها اخواتي وبيطلعوا منها ارقام، فانا هم اكتشفتها وهم قالوا لي عليها نزلتها لكم في اسرع وقت. تمام؟ وعايزك يا صديقي زي ما قلت لك تحاول مره واثنين وثلاثه، مش هتخسر اي حاجه اقسم بالله. طبعا لو انت عايز مثلا تجهز كام رقم، تمام، زي مثلا عايز تجهز الرقم ده هتجهزه ازاي وتخليه بره زي كانه برنامج عشان ما يضيعش منك ولا حاجه، هتدوس عندك على الثلاث نقط كده مثلا ان الرقم ده شغال. تمام؟ هتدوس عليه كده، وطبعا هتدوس عندك على الكلمه دي
اضافه الى الشاشه الرئيسيه. انت اول ما تدوس عندك على اضافه الشاشه الرئيسيه يا صديقي، طبعا الرقم ده هيطلع لك بره الشاشه وكده كانه تطبيق بالظبط، وتعمل كذا رقم بالشكل ده. هتفعل كام رقم مثلا اللي انت هتطلعه بره، تمام؟ يعني مثلا انت دولة مثلا ايه، عندك دولة روسيا مثلا اهو، هتدوس عليه كده زي ما انت شايف كده، تمام؟ هتروح تشوف الرقم هل هو محظور او شغال. لو شغال يا صديقي دوس 3 نقط وتعمل ايه، اضافة للشاشة الرئيسية. بس كده يا صديقي، بس هو ده بكل سهولة. وانت كده هتطلع رقم بكل سهولة. يعني لو الرقم ما اشتغلش تعرف ان الرقم التاني هيشتغل او التالت هيشتغل. بس كده يا صديقي، وحبيت بس اللي انا اقول لك بس نصيحة بس مش اكتر. مفيش ارقام دايمة، مفيش الكلام ده، اقسم بالله كله بيهبد. وانت حاول تشتغل على نفسك، تمام؟ احنا بننزل لك الصغر عشان انت اللي تعمل الارقام، مش هم اللي يعملوا ويبيعوا لك. واخد بالك يا صديقي؟ بس كده يا صديقي، لو انت استفدت من الشرح بلايك وكومنتك الجميل يا صديقي. وعايزك تخش الجروب بتاعنا وقناه تليجرام، بنوزع وبنعمل اوتو اب على الارقام كلها. بس كده يا صديقي، واشوفكم فيديو جديد، وسلام.